طبعا كلنا عارفين هاي نوتيكو جي تي 4 ار دبليو 44. عايز اقول لك ان في ساعه ثانيه هتقول لي الساعه دي اركضي في سلام. ليه بقى؟ لان اوتيتو واتش 5 برو الساعه دي شاشه اموليد حقيقي. هجرب لكم دلوقتي عشان اعرف لكم ازاي تقدر تفرق ما بين الاموليد الحقيقي والشاشه اللي هي الاي بي اس العاديه. ده اول شيء. تاني شيء، الساعه بيجي فيها الاشعار بشكل واضح جدا واكتر من سطر كمان، غير ان الساعه الجي تي 4 الهاي نوتيكو كان بيبقى سطر بسيط جدا وبعض الكلمات القليله جدا. كمان الساعه دي البطاريه بتاعتها محترمه جدا، تقدر تقعد معاك ستاند باي 4 ايام و5 ايام و6 ايام كمان. ممتازه جدا جدا في البطاريه على الرغم ان الاضاءه بتاعتها عاليه وكمان الشاشه بتاعتها اموليد. الساعه كمان بتدعم الاتصال واستقبال المكالمات واظهار كل الاسماء اللي موجوده عندك على الموبايل حتى لو عندك 10000 اسم، بالاضافه انها بتسجل الفيفوريت كونتاكتس الاسماء المفضله 20 اسم على الابلكيشن. الساعه كمان السبيكر بتاعها ممتاز جدا في المكالمات. هعمل لكم تجربه عمليه دلوقتي عشان تقدر تسمع بنفسك صوتها قد ايه في المكالمات. واضح جدا للي بيسمعك وواضح جدا ليك كمان. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله حبيبي. معلش انا بجرب معاك بس الصوت الساعه الجديده الواتش 5 برو، بشوف صوتها في المايك والسماعه كده عامل ازاي. انت سامعني بوضوح؟ سامعك كويس جدا، الصوت واضح. الصوت واضح معاك تمام كده صح؟ واضح جدا. تمام حبيبي، الف شكر يا باشا. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. الساعة طبعا بتيجي بلونين الاسود والسيلفر، كل ساعة بتيجي ب2 استراب زي ما احنا شايفين كده الوانها ومحتوياتها اللي موجودة معاها بالشاحن الوايرلس. والساعة كمان على الشاشة بتاعتها اموليد، فالتاتش بتاعها سريع جدا وسهل جدا في الاستخدام، وكمان الالوان بتاعتها مشبعة جدا. كمان الساعة فيها اولويز اون ديسبلاي، يعني تخلي الساعة مضيئة لأطول فترة ممكنة، سواء بالشكل الأرقام زي ما احنا شايفين كده أو حتى بالشكل العقرب زي ما احنا شايفين كده. وكمان السنسور الحركة بتاعها شغال بشكل سريع جدا. كمان الساعة بتدعم ستوب ووتش، ممكن استخدمه في الأنشطة الرياضية. كمان الساعة بتدعم سيري لو أنا حابب استخدمها في الموبايلات الآيفون أو جوجل أسيست للموبايلات الأندرويد. كمان الساعة بتدعم التقويم لو أنا حابب أشوف التاريخ والمواعيد بتاعتي. كمان الساعة فيها العديد من الخلفيات، الأرقام والعقرب، وأقدر كمان أحط خلفيات من خلال الأبليكيشن كلها مجانا. الخلفيات اللي موجودة أبليكيشن وأقدر أعدل فيها براحتي. الساعة كمان مقاومة للمية بشكل كويس جدا عن الساعات التانية زي الار دبليو 44 لسه شايفينها من شوية. كمان اقدر استخدمها في الاستخدام اليومي بشكل كويس جدا بدون تاثر من الميه، بس طبعا مش هنزل بيها بول ولا الاستحمام كمان، بس الاستخدام اليومي مناسبه جدا ليه. الساعه كمان اقدر اتابع من خلالها الخطوات وحرق السعرات الحراريه. كمان اقدر اتابع منها العديد والعديد من الانشطه الرياضيه زي ما احنا شايفين كده، وموجود كتير جدا من الانشطه الرياضيه اللي اقدر اتابعها من خلال الساعه. كمان الساعة بتدعم متابعة العديد من القياسات الطبية زي نبض القلب وكمان الاسترس الضغط، زي كمان الأكسجين في الدم، كمان ساعات النوم العميق والخفيف. وزي ما قلنا قبل كده، وإن كانت قياساتها كويسة ولكن قلنا قبل كده إن الساعات تدعم القياسات الطبية ولكنها غير دقيقة وغير معتمدة، لأن صحة الناس أمانة لا يستهان بها. ما تنسوش طبعا 3 فروع موبيفون: مدينة نصر أول عباس العقاد، كمان ميدان الحصري امام دايموند مول وحلواني العبد، كمان شارع الهرم تقاطع المرطيه. او تقدر تراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك موبيفون سمارت تك، او على اكونت الانستجرام موبيفون تك نمبر 1، او تكلمنا على الواتساب او تكلمنا تليفونيا وهنوفيك بكل التفاصيل كلها. وكمان متاح توصيل لاي مكان داخل جمهوريه مصر العربيه. السلام عليكم.